أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض المحاذير أقدمها لكم والنصائح استفادوا من عندها. بعض المنشورات اللي ينشرها هؤلاء الشياطين أو بعض النساء اللي يشتغلن في هذا المجال ينشرون أشياء ضارة جدا للإنسان عن قصد أو عن جهل، بعضهم عن جهل بعضهم عن قصد. هذه الأشياء مثلا يقولون له سوي بخور قشور الثوم أو قشور البصل. هذه تسمى بالعلم الروحاني بخورات الشر، تجلب الشر، تسبب الطلاق، الفراق، الخلاف، العصبية، القلق، المشاكل، البرود، لأن هذه تستحضر الشياطين تحب هذه الروائح الكريهة. هذا التحذير الأول. التحذير الثاني، أكثر الطلاسم هي طلاسم شيطانية، وأيضا ذول اللي يسوونها أما ينقلونها من مواقع ما يعرفون شنو هي. وسبق أنا على اليوتيوب شرحت هذا الموضوع وبينت إنه هذه الطلاسم متكونة من حروف بلغات ثانية بأسماء شيطانية. والأمر الثالث، بعض التوكيلات يسوون بعض توكيلات سواء بالأوفاق أو يعني يسوون توكيلات يخلون أسماء من أسماء الله الحسنى أو بعض أو آية ويخلون معها كلمات شيطانية أو أسماء شيطانية. وهذه الأسماء الشيطانية دائما نهاياتها تكون هذه الكلمة طيش، فإذا تقلبها شو تصير؟ شيطاء. فاحذروا من هذه الأمور. أسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.